فانا يعني الفير بلاي ده معنى كبير لم يطبق بشكل متكامل في كرة القدم المصرية. وهم بيحاولوا يعني اللي كان قصدي كمان اكتر حته مرتبات اللعيبه وشراء اللعيبه اللي هم بيحاولوا دلوقتي يحطوا عليها ليميت شويه، الفلوس الخارجه والفلوس الداخله انا 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 بتكلم ايه قيمة لعيب الكورة، ازاي بيتم تقييم لعيب الكورة، ازاي لعيب ده تقول ده ب30 وده ب40 وده ب50. انا في فترة من الفترات، انا غاوي قراية، فترة من الفترات مسكت المنطقة دي في الزمالك وابتديت اغير المفهوم ده. لما لعيب يجي يقول لي انا عايز 20 مليون جنيه في نادي الزمالك، ويجي الوكيل بتاعه يقول دي قيمته وتسمع كلامه، اوكي ليتس جو، هدفع لك ال 20 مليون وانا مزنوق اخدك، لان انا عندي ضغط جماهيري وعندي ضغط احتياج المكان وعندي. في اللعيب ذكي لما بيعرف ان انت مزنوق فيه بيعلي سعره، بيوصل للرقم اللي هو عايزه. وصلت ل 20 مليون. هل اللعيب في الزمالك والاهلي والبيراميدز واي نادي يطلب اي رقم ياخده؟ ياخده، بس لازم يبقى له مقابل. يعني انت عايز 20 مليون جنيه من نادي الزمالك وما بتاخدش ولا دوري ولا كاس مثلا، او عايز 20 مليون جنيه من الاهلي وما بتكسبش اي بطولة؟ الله، يبقى لازم الفيفا بتقول لك ايه؟ لازم تضمن في عقد اللاعب 51% من قيمة التعاقد. ال 49% دول لازم يخشوا تحت بنود ايه؟ اللي بيني وبينك، انت عايز 10 مليون هديها لك، بس انت في ال10 مليون دول ليك مثلا ايه 5 مليون و100 الف جنيه فور شور جرانتيد هدي لك عليهم، الباقي كله مرتبط، جبت لي دوري، جبت لي كاس، جبت لي بطوله افريقيه، جبت لي. هو ده الجيم. لكن تدي عقد كده لا، ما حصلتش. فانا بقول ان شكل العقد لازم اتحاد الكوره يفكر بشكل مختلف، يساعد الانديه انها تفكر بالطريقه دي. لازم يكون في انتاجيه. طب وبقيه الانديه لازم يكتب له من المركز الخامس للسابع هتاخد كل فلوسك، للثامن تاخد كل فلوسك، حتى ما يهبطش اي حاجه، يبقى في تارجت بس. لكن انا باخد منك 7 مليون جنيه وبنزل درجه تانية، يا سلام. طب ما هي النوادي يعني ليه يا كابتن النوادي بتعمل كده؟ ما هم اللي هما اللي بيردوا بالظبط. ما حدش عايز يفكر بشكل مختلف، وما حدش عايز يجبر الانديه تفكر بشكل مختلف. كل اللي بيكلموك ازاي ننزل ارقام اللعيبه، ما تنزلش. رقابه، لازم يبقى في رقابه برضه. لا، اديلهم مقابل الرقم. ومحدش، وعمالين انبح صوتي بقالي 10 سنين يا جماعه غيروا شكل العقد. جيت غيرتها في نادي الزمالك وغيرتها على اللعيبه، واول لما مشيت طبعا الموضوع رجع تاني، لانه بيقول لك يا سلام هتكتب لي الشرط ده هروح نادي تاني. بالظبط. روح نادي تاني. بس اللي انا عايز اقوله ايه، لازم اتحاد الكره يساعد الفكره دي، ولازم الفكره دي تبقى على الكل. مفيش حاجه اسمها لعيب بياخد 10 مليون جنيه وما بيعملش اي نتيجه جاي تتصور عندي. لا، وعندي لعيبه بقى بتقعد احتياطي اساسا ما بتلعبش. يعني انت لما تشوف اللعيبه اللي بتقعد احتياطي بتاخد كام تتخض. بياخدوا برضه، بياخدوا كتير. يعني الفرقه كلها 11 واحد بيلعب، ده الانديه الكبيره فيهم زي الزمالك والاهلي مثلا بتتكلم مثلا على 12 13 لعيب كبار بياخدوا ارقام كبيره، لكن ده في 17 واحد بياخد ارقام كبيره او 18 واحد. يعني كنت تعرف لعيب بياخد وصل ل 35 مليون وما لعبش ماتشين ثلاثه، والفيفا بتطالبه لكن لما يبقى في العقد مطالبه بقى، بتحط نسب مشاركه بقيمه، بتحط نسب بطولات بقيمه، هنا بقى بتظبط الفلوس في مصر مع اللعيبه. ودي حاجه محتاجين المسؤولين من فضلكم للمره ال17 فكروا فيها بشكل مختلف. دي حاجه حضرتك عايز تتطبق، مش يعني حد اللي انا عايز اطبق من لكل يبقى فرقة. بند موجود في اللوائح اللي بتخرج من اتحاد الكره للانديه، اللي هي العقد اللي بين اللاعب والنادي والاتحاد، تخرج فيها الحته دي، الباراجراف ده، علشان الانديه تكتب فيه وتظبط ميزانيتها مع اللاعب، ما بقاش انا خسران. اتنين بقى، المبكي المضحك يا خاطر وانت وراك كاميرا كده على طول وعايزين نشوفك مره معانا. المضحك المبكي بقى في الموضوع ايه؟ ان جوائز البطولات عندنا في مصر عامله ازاي؟ لا تلائم، لا توازي القيمه اللي بتحصل في مستوى اللعيب. يعني انا معقول ابقى بطل دوري ياخد مليون جنيه يا جماعه؟
تجيب لي، ما تجيبليش الوجبات اللي كلتها في السنه. يعني ازاي المقابل المادي في الفوز بالبطوله في المركز الاول والثاني والثالث والرابع ما بقاش مقابل منصف؟ لان انت عايش طول بص، دي حاجات عماله افرجك مش موجوده عندك، مع ان ده مثلا مرتبط بارقام البث في انجلترا. يعني انت البطل هتاخد لك مش عارف 800 مليون استرليني، والتاني هياخد 600 مليون، والتالت المقابل ده بيعملوه مقابل البطوله. فانت هم رابطين مش بس الجايزه ان انت بطل الدوري، لا، المقابل التوزيعه الماليه اللي بعد كده، فبيدي لك حوافز الفوز. لكن انت ايه هنا حوافز الفوز بتاعتك؟ بتلعب دوري مصري اعتقد مليون جنيه، الدوري الافريقي مليون دولار ولا حاجه. طب اذا المحصله دي كلها على البطولات دي كلها ما بتجيبش لاعب في الزمالك والاهلي، ما تصرفش على لاعب. والمفروض انت بقى من البث والاعلانات تطلع فلوس، وبعدين فن بقى بعد كده بالعلاقات، وبعدين فن بعد كده ناس تساندك. طب ما انت مش مجتمع محترف، انت اللاعب محترف وكل المنظومه هاويه، وده مبكي او محزن او مش مقبول. هيطلع ازاي كل المنظومه هاويه واللعيب بس اللي محترف هو المدرب؟ بصراحه عايزين طريق تاني، بشكل تاني، بتطوير تاني، بفلسفه تانيه لاداره كره القدم المصريه. ورأي حضرتك برضو في يعني بالذات برضو في الفكرة دي، انا يعني بالنسبة لي كواحد بتفرج، انا اللي بحس اللي بيضايقني ان هما بيطلعوش من الناشئين خالص، او يعني مؤخرا بقى الموضوع بدأ واحدة واحدة، وعمالين يشتروا في لعيبة ويجري ورا اللعيب بعد ما يكون مشاه اصلا من كام سنة، ويروح يجيبه بمبلغ قد كده. فكرة الناشئ دي يعني في مصر برضو وحشة جدا، يعني ان هو مطلعش يعني اللي عمله الاهلي في اخر الموسم ده كان كويس جدا، يعني انا من رأيي دي حاجة كويسة لا، جدا. انت وجهات نظر، ما انت برضو ما تطلعش البني ادم تحرقه. ليه بس؟ ما هو في خلي بالك قده يا انت كابتن. خلي بالك انت لما بتطلع لاعب مجموعه لعيبه صغيره وتخليهم يتغلبوا مره واثنين وثلاثه، انت دمرت التركيبه الشخصيه بتاعتهم. صناعه اللاعب الناشئ مهمه. يعني نجاح نادي الزمالك انه يطلع اسامه نبيه، يوسف اسامه نبيه، انه لعيب صغير طلع في وسط بن شرقي وزيزو فكبروه. تكبير اللاعب وصناعه اللاعب الصغير وتحويله. انت في لعيبه في الاهلي كويسه قوي بس ممكن تكون حرقتها، افقدتها الثقه بنفسها، اتغلبوا، اتحرقوا وقالوا عند الجمهور. ودي كل دي حاجات راكبه في بعض عشان تعمل لعيب يكبر. صناعه اللعيب فن مش اي حد يقدر يعمله، وان انت ازاي تكبر اللعيب ده فن، مفيش حاجه بعشوائيه او بفهلوه. 2، المنظومه التعامل مع الناشئ في مصر برضو في ادنى مستوياتها. منظومه التعامل مع الناشئ في مصر لازم تتغير، لان احنا عندنا مواهب كتيره لكن ما بنعرفش، بنفقدهم، بندمر شخصيتهم، بندمر حبهم للعب، بندمر حاجات كتير. هل المدرب عندك في مصر مؤهل للتعامل مع الناشئ ده؟ هو ده جيم تاني. ما انت ما ينفعش تكون عندي واحد موهوب، طفل موهوب، والمدرب او المدير الفني مش موهوب. كارثة. او مش مؤهل انه يشوفه ويساعده. كارثة. فايه هو دي الصراعات اللي انت بتواجهها، مش البيضة ولا الفرخة، لا، البيضة والفرخة في الكرة واضحة. لازم يكون عندي مدرب في الأندية الكبيرة مميز قوي، شاطر قوي، عشان يقدر يطلع لي ناشئ شاطر قوي مميز قوي.